امبارح النجم محمد فؤاد أحيا حفل في مدينة جدة في السعودية ضمن حفلات موسم جدة 2023. الجمهور السعودي تفاعل طبعاً مع فؤاد بدرجة كبيرة جداً، وفؤاد برضه كمان كان مصهلل بس زيادة عن اللزوم حبتين. فؤاد وجه رسالة للجمهور المشارك في الحفلة وقال إيه؟ كان حلم إننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض، السعودية وشعبها. اللي عمل إيه بقى؟ طبعاً اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرامة. كتر خيرك يا فنان والله. فبعض الصفحات على السوشيال ميديا ما عجبهاش تصريح محمد فؤاد، وهو برضو معلش يا نجم ما يعجبش حد يعني. الصفحات دي ابتدت تشيره تحت عنوان عيب عليك يا فؤش، ده احنا لومنا على أصالة لما قالت إن السعودية هي صاحبة الفضل عليها في مشوارها الفني، وانت جاي دلوقتي تقول إن السعودية هي اللي علمتنا الأخلاق والكرم. إزاي بقى ده يرضي حد؟ والتعليقات طبعاً انهالت ضد الفؤش وكلها عتاب ولوم لفؤاد. يعني مثلاً واحد علق وقال علمتنا يعني إيه أخلاق وكرامة، ما ترد اللي هو إزاي ده يعني؟ هو أنتوا بتشربوا إيه لما بتروحوا السعودية؟ والتخريف ده بيجيلكم منين؟ الله يرحم الشيخ الشعراوي لما قال مصر هي اللي صدرت علم الإسلام للدنيا كلها، صدرته حتى للبلد اللي نزل فيها الإسلام. ويجي واحد زيك أنت وغيرك يقول إن السعودية علمت المصريين؟ هو أنت يا محمد شربت شاي بالياسمين زي أصالة ولا إيه؟ والتاني كتب وقال الحمد لله إنه ما قالش إن السعودية هي سبب شهرته وليها فضل عليه، ما هي موضة بقى. أما التالت فعلق وقال لهم علموك الأخلاق؟ ليه كده يا فوش؟ هما بابا وماما كانوا مشغولين السنين اللي فاتت دي ولا إيه؟ ده أنت ابن بلد يا محمد، والمفروض تجامل ما تأفورش بالشكل ده، ده أنت بتمثل مصر يا جدع. الراجل العاقل بقى الكمل الرابع قال لهم يا شباب ما تكبروش الموضوع، الراجل بيجامل مش أكتر. والخامس علق وقال دي أصالة السورية قالت كلمتين فاتبهدلت مننا. لما نشوف بقى رد فعلكم على فنان مصري عاش وتربى واشتهر في مصر ولكنه للأسف تعلم الكرم والأخلاق من السعودية. يا صلاة النبي أحسن. أما السادس فقال عيب عليك يا أخي، الشعب المصري هو المعلم الكبير، مصر هي اللي علمت العالم كله. ابقى ذاكر تاريخ كويس، تاريخ مصر العظيمة يا محمد. ده انت لو سألت السعوديين نفسهم مين اللي علمكم هيقولك المصريين علمونا كل حاجة. هو احنا كنا نعرف حاجة قبل ما تجيلنا البعثات المصرية من المدرسين والأزهريين والمهندسين والأطباء وغيرهم كتير؟ تعليقات كتير من النوعية دي كلها ضد تصريحات فؤاد اللي بالطبع كل المصريين بيحبوه وأنا واحدة منهم. اتربينا على أغانيه وحبيناها، ويا ريت أي حد بيتكلم بلسان مصر في الخارج يخلي باله من كلامه شوية وما يسيبش نفسه لمشاعره الجياشة دي، على الأقل علشان ما يقعش في الغلط وتطلع الناس تحاسبه وتلومه. ولا إيه يا فؤش؟ ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.